اهلا بيكم من تاني. ده السكند بارت من السيريز وفيديوز اللي بنشرح فيها اهم المناطق واشهر الكومباوندز اللي بنشتغل فيها. ولو ما شفتش الجزء الاول الخاص بالتجمع بنصحك تشوفه الاول قبل جزء النهارده عشان تعرف السيكونس اللي ماشيين بيه في الشغل. البارت بتاع النهارده هنتكلم فيه عن الساحل الشمالي، واللي ما يعرفش الساحل الشمالي من اكبر المناطق اللي بنشتغل فيها خصوصا في الصيف طبعا. تعالوا قبل ما نبدا نتكلم شويه عن الساحل ونحكي لكم بدايته كانت منين. في التسعينات واوائل الالفينات كانت الاسكندريه وتحديدا العجمي هي المصيف المفضل للاي كلاس او الكريم دو الكريم في مصر. ولكن مع الوقت العجمي اتزحمت قوي والناس بداوا يدوروا على مصيف اهدى وبحر احلى، وده اللي خلاهم يروحوا شمال ناحيه الكيلو 21. ومن هنا بدا الساحل الشمالي، ومن هنا جت النقطه اللي فصلت ما بين اسكندريه والساحل الشمالي اللي هي الكيلو 21. عارفه ده انا حافظه صم. يا رب ايدك تشل. وفضلوا متجهين ناحيه الشمال لحد ما بقى عندنا الساحل الشمالي القديم والجديد، او زي ما بيقولوا كده الطيب والشرير. وبداوا يعملوا شبكه طرق قويه تخدم الساحل كله، اولهم واهمهم طريق اسكندريه الصحراوي اللي بيربط بين القاهره واسكندريه، او ممكن برضو ناخد طريق وادي النطرون اللي بيطلعنا في الكيلو 100 عند العلمين بالظبط. وبيظهر معانا طريق مهم جدا هو طريق الساحل الدولي اللي بيربط بين اسكندريه ومرسى مطروح. ومش هننسى طريق الضبعه طبعا. خلينا نعرف اكتر عن الساحل القديم الاول. زي ما قلنا انه بيبدا من العجمي من الكيلو 21 لغايه الكيلو 100 عند مارينا 5 في العلمين. اما الساحل الشمالي الجديد فبيبدا من الكيلو 100 مع بدايه مدينه العلمين الجديده وبينتهي عند الكيلو 250 قرب مرسى مطروح. والخريطه اللي قدامكم دي متقسمه مناطق، تعالوا الاول نعرفكم عليها قبل ما ندخل في تفاصيل البروجكتس. اول حاجه العلمين بتبدا من الكيلو 100 لحد الكيلو 123. عندنا في الكيلو 100 مارينا، وفي الكيلو 107 مزارين وبروجكت ذا جيت اللي هي ابراج العلمين، وفي الكيلو 108 بالم هيلز العلمين الجديده، وجنبها في نفس الكيلو داون تاون العلمين الجديده، وبعدهم في الكيلو 109 الحي اللاتيني، وفي الكيلو 120 بلاج، وفي الكيلو 123 في اخر مشروع العلمين هو بروجكت زهره. وهنا بقى بنبدا سيدي عبد الرحمن من الكيلو 124 لحد الكيلو 144. اول بروجكت في الكيلو 124 هاسيندا باي، وفي الكيلو 125 ديبلو ستيلا سيدي عبد الرحمن، وبعدهم في الكيلو 126 اللي غني عن التعريف مراسي، وفي الكيلو 132 لافيستا كاسكادا، وفي الكيلو 133 ستيلا هايتس، وفي الكيلو 134 مسايا وشماسي، وفي الكيلو 135 بيانكي وجنبها على طول سيتشل، وفي الكيلو 136 امواج، وفي الكيلو 138 هاسيندا وايت، وبعدها في الكيلو 139 هاسيندا ريد، وبينتهي سيدي عبد الرحمن بمشروع تلال في الكيلو 142. وهنا بقى بندخل في منطقة غزالة من الكيلو 145 لحد الكيلو 154. فيها 3 مشاريع بس: زويا، غزالة باي في الكيلو 145، بلايا غزالة في الكيلو 146. وهتبدأ منطقة الضبعة من أول الكيلو 155 لحد الكيلو 177. وأول بروجكت في الكيلو 163 ساوث ميد في الكيلو 165 دي باي، وجنبها برضو البروجكت المعروف لا سيرينا الساحل، وفي الكيلو 169 لا فيستا ايست، وجنبها على طول لا فيستا باي، وفي الكيلو 170 سيزن وذا ووتر واي في الكيلو 171. واخر مشروع موجود في الضبعه حتى الان هو دوز في الكيلو 174. وهنا بقى بندخل في راس الحكمه من الكيلو 178 لحد الكيلو 220. واول بروجكت ليفلز ماونتن فيو في الكيلو 178، سول في الكيلو 179، وفي الكيلو 180 صافيه وقطاميه كوست، وفي الكيلو 182 ازار ايلاند ومعاها في نفس الكيلو سولت، وفي الكيلو 190 جيفيرا، وفي الكيلو 191 ماربي وهاسيندا ووترز، وفي الكيلو 192 ذا ميد وكالي كوست ودايركشن وايت، وفي الكيلو 193 جون وجنبها على طول جايا، وفي الكيلو 195 سي شيل، وفي الكيلو 197 سوان ليك، وفي الكيلو 199 سولاري، وفي الكيلو 200 ماونتن فيو راس الحكمة ومعاها برضو ليف، وفي الكيلو 201 سيزر باي، وفي الكيلو 202 كون ومعاها برضو سيزر، وفي الكيلو 204 لافيستا راس الحكمة وأوجامي، وفي الكيلو 207 سي شور، وفي الكيلو 208 هاسيندا ويست، وفي الكيلو 211 فوكا باي، وفي الكيلو 212 مصيف ونايا باي، وفي الكيلو 214 أزها، وفي الكيلو 215 رملة،
وده كده اخر مشروع حتى الان في راس الحكمة. وهتبدأ معانا سيدي حنيش من الكيلو 221 لحد الكيلو 250. واول مشروع في سيدي حنيش في الكيلو 240 مرسى باجوش، وفي الكيلو 246 سمر، وفي الكيلو 247 سيلفر ساند، وجنبها على طول هاسيندا حنيش، وفي الكيلو 250 الماظة باي. وبكده تكون عرفت كل المعلومات اللي محتاج تعرفها عن الساحل واهم المشاريع اللي احنا شغالين عليها. Thank you for watching and see you next part.